اهلا وسهلا. شاهدت الشوط الاول؟ نعم. شنو رايك بالشوط الاول؟ الشوط الاول كان استحواذ كرة للمنتخب الكويتي، ولكن هناك فرص تفتقر الى اللمسة الاخيرة. اليوم الفريق الكويتي هناك خلل في الخط الهجومي في الامام. اليوم معظم الكرات كانت من الممكن ان تكاد ان تسجل هدف، فالكويت لعب استحواذ باسلوب على الاطراف وعلى الجوانب، وصل اكثر من مره الى منطقه الجزاء، ولكن يفتقر الى اللمسه الاخيره بتسجيل الهدف. وتعتقد الشوط الثاني شنو راح يصير؟ ممكن بالمستطيل الاخضر كل شيء يحدث، كل شيء جائز، اللعب حتى اخر الثانيه. نتمنى من القلب الفوز للمنتخب الكويتي ان شاء الله. حظوظ المنتخب العراقي في البطولة. نعم، المنتخب العراقي هالمرة غير، بما أنه البطولة في العراق بالخصوص البصرة، فإن شاء الله ستكون النهائي متواجد به أسود الرافدين إن شاء الله. احنا عازمين على هاي البطولة لكونها بتواجد وسط الجمهور العراقي الرياضي الذي غابت عنا البطولة منذ عام 1979 التي أقيمت في العاصمة بغداد. فإن شاء الله احنا اليوم مو بشرط بأن ياخذ البطولة المنتخب العراقي، لا، المهم هو تواجد الأشقاء في البصرة الفيحاء وفي عراق الرافدين. الله يعطيك العافية. إذا يعني ودك تقارن الكويت والبحرين من هذه المجموعة أو قطر؟ ما أحدد، لأن خاف أحد من الأشقاء يزعل، لا، كل احنا اليوم أي واحد يجي. كل احنا خليجي 25 بس، ولكن أمنياتي للفائز الأول هو كل التوفيق. آخر سؤال، أنت من البصرة؟ نعم، أنا الكاتب والصحفي فؤاد السوداني. من البصرة؟ أنا حي الخليج. حي الخليج. نعم. بعيد ولا قريب هني؟ قريب هني.